السلام عليكم، أهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم الفيديو وانتم في أحسن الأحوال إن شاء الله. ما بين الحلويات ديال عيد الأضحى، أخواتي اللي كيبغيو يخرجوا هكا لي كوموند على اتساع، غادي نشارك معكم إن شاء الله الفقاص صيد المائدة المغربية. جميع اختي الأسئلة اللي سولتوني غتلقاهم في هذا الفيديو، الثمن والكمية باش غادي تخرجوا هكا الحلويات. وغنشارك معكم غريبة اللي تحلفوا عليها، غريبة المعلكة ديال كاوكاو، فيها مكون اللي صحي غيستافدوا منه وليداتكم. ما عليكم الا تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. وما تنساوش لك كنتو اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ارائكم وتعاليقكم دائما كتحفزني. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو هنا بالفقاص. غادي نشارك معكم اليوم غير عجينه صغيره اللي كتخرج 1 كيلو و200 غرام هكا بالنسبه للاخوات اللي بغيو هكا العجينه ديال كيلو. وغادي نقول لكم حتى ثمن البيع اللي ولا في 2024. من الاسئله كامله اللي كتسولوني ان شاء الله اليوم غادي نجاوب عليها في هذا الفيديو. هنا عندي 4 ديال البيضات. بالنسبه للبيضات كبار لهذا انايا خديت من البيضه الرابعه داك الصفار اللي غنديروا مع معلقه كبيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وغنخلطهم مزيان في الاول هكا باش كل ما تلقوا ليا غادي نزيد عليهم اما معلقه ديال الخل، اما كيف ما درت انا درت معلقه ديال المزهر. كيف ما قلت لكم هذه اول حاجه تبداو بها، راه كل ما تلقت لكم هكا ديك القهوه سريعه الذوبان مع داك صفار البيض، كونوا متاكده غتحصلوا على واحد اللون اللي زوين بزاف هكا في الوجه ديال الفقاص. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش البيض كبير غادي ديروا 4 ديال البيضات كاملين. عاد من بعد البيضه الخامسه غادي تاخذوا داك الصفار هكا للتزيين، والبياض غادي تزيدوه هكا في العجين ما كاين لاش يضيع. غندير قبيصه ديال الملح دائما لتصحيح الذوق. عندي هنا كاس بالعبار ديال كاس العنبه ديال زيت نباتيه، وعندي كاس اللي خلطت نصف ديال المزهر ونص ديال الماء. عرفتوا راه الماء كيعطي واحد النتيجه الفقاص، نتيجه اللي روعه، كيجي مهوي وكيجي خفيف. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش مزهر يمكن لكم ديروا كاس بالعبار ديال كاس العنبه ديال الماء، وديروا هكا دوك الاكياس ديال زهره البرتقال، او ديروا قطرات من الروح الزهر. راه كيجي حتى هو لذيذ وكتجي فيه واحد النسمه ما كتجيش نهائيا ديك النكهه ديال المزهر غالبه. غادي ندير واحد الكيس هكايا ديال الفانيلا حتى هو غادي نكه لينا وغيعطينا واحد التقرميشه. وبالنسبه ليا هنا درت واحد المعلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه كبيره ديال النافع، ما محمرين ما مصهدين كيف ما هما غير منقيين. درت كاس بالعبار ديال كاس العنبه ديال اللوز وكاس ديال الجنجلان. بالنسبه لهاد المكونات اللي درت انا في هاد العجينه، هذا بالنسبه للاخوات اللي يبغيو يبيعوه ب 90 درهم. صراحه ضروري ما ديروا هاد المكونات في الكيلو. بالنسبه للاخوات اللي كاينين هكا يعني في مدن صغيره تبيعوه ب 80 درهم، كان قبل صراحه كيمشي غير ب 70 درهم، ولكن دابا لا، ضروري صراحه غادي يزيد الانسان شي شويه لان المواد كلها تزادت. كيف ما كتلاحظوا من الأحسن أنكم مدينة كبيرة 90 درهم غتسلككم إن شاء الله. غير ديروا هاد المكونات وهاد الكمية اللي درت هكا ديال اللوز. حتى الأخوات اللي بغاو يديروا هكا لوليداتهم حاولوا أننا نكثروا هكا الزرارع كيستافدوا منها الوليدات القيمة الغذائية ديالهم، وراه كيجي لذيذ بزاف وكيجي عرفتي بنين، خصوصا الأخوات اللي وليداتهم ما كياكلوش حبه حلاوه والنافع والجنجلان. بالنسبه للفقاس راه ما كيبانوش نهائيا. صافي كنبقى كنجمع هنا بالطحين. بالنسبه لي انا كنخدم بالطحين الخاص بالحلويات هكا باش ما كيهزش لي واحد الكميه ديال الطحين. ولكن الاخوات اللي عندهم غير الدقيق العادي، راه الفقاس يمكن لكم تخدموا غير بالدقيق هكا العادي اللي ما كيكونش ممتاز، كيكون ابيض ولكن كنخدموا به هكا الخبز، يمكن لكم حتى هو تخدموا به. بالنسبه للخميره كندير واحد الكيس ونصف، ما كنكترش بزاف خصوصا في هذه العجينه هكا باش ما يطرطقش ليا. الا كثرنا الخميره غادي تطرطق لينا. صافي وكندخل هكا الدقيق الكميه اللي احتاجيت هنايا 500 غرام، تقدروا تحتاجوا 500 حتى ل 600 غرام على حسب النوعيه كيف ما قلت لكم اللي غادي تستعملوا. اذا كنتوا غتستعملوا غير الدقيق العادي راه تقدروا تحتاجوا حتى الاكثر. صافي هنايا كنحاول اننا كناخذ هكا داك الحربول. كيف ما لاحظتوا العجينه ما تكونش قاصحه نهائيا وما تكونش كتلاصق في اليدين، ها نتوما رطبه كنخدم مع بها بكل سهوله هكا باش يجيني ان شاء الله الفقاس زوين. وكيف ما دخلته هكايا يطيب ما يطرطقش ليا نهائيا في الوجه ديالو. كناخذ انا هذا الحربول كنقسموه على 4، نتوما يمكن لكم تقسموه على 2. المهم ان الاهم
ان الحجم ديال الفقاص اللي كتبغي كتحكمي فيه هكا في هاد الحريبلات. كيف ما دائما كنقول لكم، بغيتي الفقاس يجيك كبير، يعني هاد الحريبلات راه تقدي تقسميهم غير على 3 حتى تقسميهم على 2. بغيتي هكا الفقاس يجيك ما بين وبين، ولكن انا صراحه كننصح ان داك الفقاس اللي كيجي صغير كيجي شي شويه هكا محقور، هذاك غير الا بغيتي تحضري هكا الافراد ديال الاسره ديالك والوليدات هكا كيضيعوا، تعطيهم هكا دوك الحبيبات هكا باش ما يضيعوش لك كيكونوا صغيورين. وبالنسبه للاخوات اللي كيخرجوا لي كوموند، كنصحكم دائما خدموا هكا الفقاس يكون ما بين وبين، ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير، يعني يكون متوسط، كيجي صراحه في الشوفه زوين. وهكا ما كتحتاجوش نهائيا تبقاو تسولوا الكليان دائما الحجم اللي بغيتو ديال الفقاس، يعني كيبقى هذاك هو الحجم اللي زوين وكيبغي صراحه كلشي. صافي كنحاول كناخد هادوك الحريبلات، الا بانت ليا هكا شي لوزه كنحاول انني ندخلها وكنضغط كيف ما لاحظتوا، وكنخبط هكا العجينه السير ديال هاد الخبيط، او كنخبط هاد الحربول السير انني ما يجيونيش نهائيا دوك الفراغات في الوسط، يعني كيجيني كيف ما هو. كنحاول انني اول حاجه الحربول كنشكلو هكا كويرات، عاد من بعد كنعطيه شكل هكا بيضاوي، وكنخبط كيف ما لاحظتوا وكنضغط مزيان. لا بانت ليا هكا شي لوزه هكا باش ما تجينيش نهائيا في الوجه ملي نبغي نقطع الفقاس يتهرس ليا. صافي كنخبط مزيان مزيان هكايا. العجينه راه كيف ما قلت لكم رطبه، ما تخافوش نهائيا منه، غادي تطرطق لكم. صافي كناخد هنا صفيحه اللي غادي نحاول انني نطيب فيها هاد الحليبلات ديال الفقاص. كنعاود مره اخرى بعد ما كتكون طلقات لي هكا العجينه، كنعاود مره اخرى كنشكل هكايا الحليبلات هكا من جديد، وكنحاول انني كنقادهم. ضروري كنبسط شي شويه هكا في الوجه باش ما يجينيش داك الوجه ديالهم بومبي. الا جا بومبي اكيد غادي تطرطقوا لينا شي شويه، لهذا هانتوما كنبسط هكا شي شويه غير شي شويه، وكنقاد هكا من الجوانب باش يجيوني هاد الحريبلات مقادين، لانني كيف ما غادي ندخلهم كيف ما غيطيبوا فقط غادي يضاعف هكا شي شويه الحجم ديالهم. كنحاول انني كنبعدهم هكا على بعضياتهم، لان اكيد من غير ضعف الحجم ديالهم راهم فيهم الخميره باش ما يتلاصقوش ليا نهائيا مع بعضياتهم. الا تلاصقوا ليا صراحه ملي كنقطعوه كيجي هكا كيتفرتش من الجناب واخا ما كيطرطقش لينا. ضروري هكا ما نبعدوهم. ولا بغيتو ديروا نتوما شي صفيحه هكا اللي تكون كبيره، صافي كنبقى كنبسط هكا كنقد من الجوانب وكنبسط هكا باش يجيني الوجه ديالهم يجي مستوي. هانتوما لاحظوا ديك القهوه سريعه الذوبان كي كتطلق كيجي اللون ديالها صراحه زوين بزاف، كتطلق تماما. صافي وكندهن هكا الفقاس من الوجه ديالو. بالنسبه ليا هنا الفران كيكون بارد تماما، كنشعل عليه غير من التحت عافيه الشمعه. كنحاول انني عندي 2 ديال البيبان، هذا الشيء بالنسبه للفران ديال الغاز. كيف ما كنقول لكم دائما، انا بالنسبه للحلويات كنفضل انني نطيبها هكا في الفران ديال الغاز، كتجيني تحميرتها صراحه زوينه. وحتى الفران ديال الغاز بحكم انه كيكون كبير ما كياخذش لك نهائيا الوقت، يعني كتستغلي انك طيبي كميه كبيره هكا ديال الحلوه في مده اللي كتكون قصيره. صافي هنايا كندهن مزيان بهذه قهوه سريعه الذوبان مع صفار البيض ومعلقه ديال ماء الزهر. كندهن مزيان. هانتوما شوفوا اللوين كيفاش كيجي، راه كيعطي واحد اللوين اللي زوين. هذا حسن ما اننا نخليو حتى نشكلوا الحريبلات عاده نبغيو ندهنوهم ما نجيو فين هكايا دوب لينا ديك قهوه سريعه الذوبان وتنسجم لينا هكا مزيان مع البيض، كيكون هكا الفقاس دار لينا واحد القشره في الوجه ديالو. صافي هنا كندهن وكنعاود كيف ما لاحظتوا هكا باش الوجه كيجيني هكا فيه واحد الطبقه كبيره ديال داك صفار البيض مع القهوه سريعه الذوبان. وهكا ان شاء الله غيجيكم داك اللوين اللي سولتوني عليه. علاش هذاك اللوين كيجي بحال هكا غير هكا كيف ما قلت لكم. وكندير هكا الشريطات، انا كيعجبني هاد التزيين هكايا، شريطات هكا بالشوكه ولا الفرشيط، تزيين شكل عادي وتقليدي معروف ديالنا. وهنا كندير واحد الاضافه اللي هنا صراحه ما زدتهاش، ولكن اذا كنتي انت غادي تخدمي هكا لي كوموند كنصحك انك تزيديها. ديك الاضافه غتعطي واحد صراحه واحد الجماليه زوينه، اللي هو واحد شويه شويه كميه قليله ديال الجنجلان كنرشوه هكا في الوجه ديالو من بعد ما كندهنو، خصوصا اذا كان الجنجلان في اللون الابيض. صافي انا ما درتهاش. هانتوما بعد ما دخلتهم الفران كيف ما قلت لكم بارد، شعلت عليهم هكا غير من الاسفل، تقريبا كياخذوا حتى لواحد ساعه ونص ديال المكانه، لان العافيه كتكون شمعه تماما. صافي انا عندي هنايا 2 ديال البيبان ديال الفران، كنسد هكا باب وكنخلي باب ماشي كنخليه غير مبسم كيف ما كنقولوا حنايا هكا كيتهوى شي شويه هكا باش الفران يبدا سخن لكم بزاف. حاولوا انكم تحلوا هكايا البيبان باش ما يطرطقش لكم نهائيا ويجيكم هاد اللوين اللي كيجي زوين. بالنسبه لي هنا راه ماشي هذا حرق، هذا غير داك القهوه سريعه الذوبان. انا كندهن مزيان الفقاس هكا من الجوانب باش كنحصل هكا على لون واحد كيهبط ليا هكا مع الاسفل. بالنسبه للاخوات اللي
هكا يبغيو يدهنوا كيف ما دهنت انا. اذا كانت عندكم الصفيحه كتلصق، حاولوا انكم ما تدهنوش نهائيا الفقاس من الجوانب، غادي يهبط لكم هذاك البيض مع القهوه سريعه الذوبان وغادي يلصق لكم تما ويقدر كاع يتحرق لكم. حاولوا انكم ضروري يكون عندكم هكا ورق المطبخ او ورق الفرن، غيكون من الاحسن. صافي كناخد هادوك الحريبلات ديالي بعد ما كنكون خرجتهم من الفران، كنكون ناخد واحد المنديل اللي كنفزقو مزيان في الماء اللي كيكون نقي اكيد، وكنعصرو وكنحاول انني كنغلف بها هاد الحريبلات. انا بالنسبه ليا خليتهم باتوا ليله كامله. نتوما اذا عجنتوا هاد الفقاس في الصباح راه يمكن لكم هكايا تقطعوه بالليل، عجنتوه بالليل يمكن لكم الصباح غير تفيقوا هكا تقطعوه. انا صراحه كنت عجنتهم هكا وسط النهار، ولكن خليتهم لان كان عندي هكا الوقت، خليتهم يباتوا ليله كامله. بالنسبه للاخوات هكا لاسره غير صغيره، يمكن لك انك تصاوبي هاد 4 ديال الحريبلات، يعني ما تبقيش تعجني كل مره تعجني هكا شويه، تعجني هكا هاد 4 ديال الحريبلات. تحاولي انك تاخدي، والا كان عندك مجمد اللي كبير غتحاولي انك تاخدي هكا واحد العلب اللي كتكون كبيره، وكتحاولي انك تاخدي تقريبا غتاخدي انت غير حربول غطيبيه نفس هذاك النهار. الحريبلات الاخرين غتغلفي كل حربول بالبلاستيك الغذائي، وغادي ديرهم هكا في علبه اللي تكون محكمه ديال الاغلاق، تحتفظي بهم في المجمد ديالك. كل ما هكا كتشهي الفقاص او كتوحشي هكا الفقاص، او جايين عندك هكا ضيوف، المهم كيكون عندك هكايا واش ديال الحريبلات، غير كتخرجيهم كتخليهم يطلقوا غير شي شويه، صافي كتقطعيهم كديري في الصفيحه ديالك وكتدخلي هكا الفران، كيكون الفقاص واجد عندك. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الحلوه تبقى عندهم مده طويله اللي تبقى مقرمشه، لان بالنسبه هكا جوج ديال الاشخاص هكايا في المنزل، يعني بالنسبه لهاد 4 ديال الحريبلات صراحه كميه اللي كبيره. لهذا عطيتكم هذا الاقتراح اللي صراحة كينفع وكيبقى ما بين أحسن الحاجات أننا يبقى عندنا هكا الحلوة مدة طويلة، وكيبقاو الفقاس مقرمش. ملي كتخرجي وكطيبيه كأنك يلاه عجنتيه تماما. غير حربول هكايا راه ما شاء الله، هانتوما شوفوا شحال خرج ليا، كمية اللي كثيرة ما فيش نهائيا تكسرات. المهم انني كنقطع الفقاس بموس اللي كيكون ماضي، هذا الموس راه جديد تماما، كنخلي غير الفقاس. صافي بعد ما كنقطع كيف ما لاحظتوا كندخلهم الفران اللي كيكون هكا سخون، وكنحاول انني كنقاد الفقاصه الوجه حدا الوجه صافي، وكنحمرو. بالنسبه انا للتحميره ديال الفقاص كنشعل عليه ماشي العافيه في وجهه، بل العافيه اللي كطيب للفوق، كنهبطو تما كنخليه يتحمر على خاطر خاطرو هكا باش يجيني اللوين زوين ويجي مقرمش من الداخل ومن برا، وتجي ديك اللوزه هكا من الداخل كتاكلو هكا مقرمشه وكتجي ملحه، كتجي فيها واحد البنه اللي زوينه. هذا هو الشكل ديالو، راه عرفتي كيجي ما شاء الله. انا ملي كنت كنخرج لي كوموند عرفتي راه الفقاس والله الا كان كيخرج عندي بواحد الكميه اللي كبيره، لانه صراحه ماشي نشكره، هو شكر راسو. كيف ما قلت لكم بالنسبه للاخوات اللي كانوا سولوني في الفيديو السابق علاش كيجي مقاد، راه ملي كنقطع بالموس راه ما كنبقاش ندي ونجيب في الموس، كندير هبطه واحده. ضروري ما كديروه هبطه وحده هكا باش ما يجيكمش داكشي مشنتف، باش يجيكم هكا في الوجه ديالو ملس كيف ما لاحظتوا. بالنسبه للاخوات اللي غيخرجوا هكا لي كوموند، راه عطيتكم هاد الكميه شحال كتخرج كيلو و200 غرام. يعني بالنسبه للاخوات اللي بغيو هكا عجنه غتخرج لكم هكا واحد الكيلو و200 غرام، كتبقى لك هكا انت والافراد ديال الاسره ديالك ضروري هكا ما كتذوقيهم. وبالنسبه للاخوات اللي هكايا غيبغيو يبيعوه، كيف ما قلت لكم غادي نعاود نذكر الاثمنه، لان دائما كيبقاو هاد الاجوبه هاد التساؤلات كنجاوب عليها، ولكن كيبقاو كيتسولوا بزاف هكا في التعليق. بالنسبه لمدينه كبيره بحال الرباط، اكادير، بالنسبه لكازا، المدن الكبار، مراكش، راه بالنسبه لهاد القوام اللي عطيتك يمشي حتى ل 90 درهم الكيلو ويستاهل، لانه راه عرفتي واحد الحبه ديال الفقاس كتاكلي راه ما نعاودش لك مقومه على حقها وطريقها. بالنسبه للمدن اللي كيكونوا صغارين 80 درهم الله يجعل البركه غادي تكون كافيه. بالنسبه للمكونات ديال الغريبه، عندي قبيصه ديال الملحه. هاد الغريبه البنات كنتمنى انكم تجربوها، هادي راه ما تخطاكش في البيت ديالك ولا في المطبخ ديالك اختي ولا في المنزل ديالك العام كامل، وزوينه هكا لوليدات المدرسه. غير جربوها اليوم غادي تحمقهم كيف ما انا كيحمقوا عليها وليداتي، فين ما تتسالي تيقول يا ماما صاوبيها لينا. المهم المكونات اللي فيها 3 الحبات ديال البيض، حبات البيض اللي يكونوا كبار. درت هنايا كاس بالعبار ديال كاس العنبه ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه، وكندير الفانيلا. كنخدم هاد المكونات مزيان هكا بالطراب اليدوي، كيف ما يمكن لكم تخدموهم هكا بيديكم هكا في قصريه يعني عادي. صافي حتى كنحس هكا بدوك السكر حبيبات كيذوب ليا تماما، باش هكا ملي كنبغي ندخل الغريبه ديالي طيب ليا في الفران، اذا دوك الحبيبات بقاو غادي يذوبوا ليا هكا في وسط من الحلوه وما غتجينيش نهائيا زوينه، ما تجيش النتيجه زوينه. صافي كنخلط هنا مزيان مباشره. غادي نضيف هنايا
كأس أكيد بالعبار ديال كاس ديال العنبة اللي عامر مزيان ديال زيت نباتية كيف ما لاحظتوا. صافي وغادي نخلط هكا المكونات مزيان أكيد حتى كينسجموا ليا، وكنحصل على واحد القوام اللي كيكون كريمي. مباشرة غادي نزيد هنايا نضيف الكوك. بالنسبة للكوك البنات هنا حمرته كيعطي نتيجة اللي زوينة. اذا ما كانش عندك الوقت راه ماشي ضروري انك تحمريه، يمكن لك ديري الكوك عادي، ولكن اذا حمرتوه حاولوا انكم يعني عافيه مهيله في واحد المقله هكا اللي تكون ما كتلصقش، وكتبقاو تحركوا فيه بشويه دغيا دغيا غير كيتحمر المقله صافي كيتحمر. عرفتي راه كيعطي واحد المذاق هاد الكوك محمر ما نوصفش لك مذاق اللي روعه، غير جربوه. وكندير هنا واحد 2 المعالق كبار ديال المربى ديال المشماش الخاص بالحلويات، لانه غيزيد كيعلكها لينا. هي راه كتجي معلكه كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو، كتجي واحد الرطوبيه واحد الهشوشيه ما نوصفش لكم. كيف ما قلت لكم هي ما بين الحلويات لوليداتي ملي كتسالي كيبقاو دائما لا صاوبي لينا هذيك ملي كيجيو كنلقاوني درت شي حاجه اخرى كيقول لي لا علاش ما صاوبتيش لينا هذيك، لانها راه كتجي رائعه وفيها مكونات هكا لي صحيه اللي غادي تنفع هكا الوليدات. صافي بالنسبه للكميه ديال الكوك اللي كنضيف هنا كنضيف كاس بالعبار ديال كاس العنبه. كيف ما قلت لكم هنا درت الكوك محمر، من الاحسن حمروها البنات غيعطيكم نتيجه اللي زوينه بزاف. وراه في بزاف ديال الاوقات هكا ملي كيبقاش لي صراحه الوقت كنبغي نحضرها دغيا ما كنحمروش كتجي النتيجه زوينه، ولكن بالكوك محمر كتجي النتيجه روعه جدا. صافي هنا غادي ندير شوكولا بودر اللي كل ما زدتو في الكميه كل ما كتعطي مذاق لي زوين. هنا درت 3 المعالق كبار ديال الشوكولا بودر صافي، وكنضيف هكايا الحمراء او النخاله الرقيقه كيف ما كنقولوا. المهم هي راه كتكون مسمده لهذا، علاش كتنجح معنا هاد المعلكه هكا ديالها كتجي كاننا حضرناها بالسميده. المهم كيف ما قلت لكم النخاله ماشي ديك النخاله الغليظه، النخاله اللي كتكون رقيقه. صافي كندير هكايا. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوه غنخليها لكم مضبوطه في صندوق الوصف، يعني بالعبار غنخليها لكم هكا مضبوطه بالعبار، واكيد حتى بالكاس ديال العنبه. وغادي ندير هنايا غير كيس واحد من الخميره فقط، ما تكثروش الخميره في المعلكات، لانهم اذا كثرتوا الخميره في المعلكات بصفه عامه كتفكع لكم وكتشتت لكم هكا في الفران. غير خماره حتى كاع ديروا غير نص خماره كتكون كافيه. كيف ما لاحظتوا هنايا كندير هكايا في النخاله الرقيقه، وفي نفس الوقت كنقيس بيديا اللي كتكون هكا ناشفه. ضروري تنقيسو بيدينا هكا باش نتاكدوا تماما ان الخليط ما كيتلصقش لنا في اليدين. كيف ما قلت لكم راه هي بحال السميده، غتخليها غير 2-3 ديال الدقائق كتشرب، لهذا ما تقصحوهاش نهائيا هكا باش تجيكم مرطبه وتجي هشيشه. صافي مباشره كنبقى كنشكل فيها. انا خليتها تقريبا ارتاحت واحد 3 ديال الدقائق، كنبقى كنشكل بها كدوائر وكندير في سكر كلاصي. ما كنقيش نهائيا سكر كلاصي، نعاود نرجع ثاني هكا الخليط ديال الغريبه، لان اذا دخلتو هكا سكر كلاصي يعني في الخليط غتزيدو تقصحوها. هذا السر كيبقى ما بين الاسرار في الغريبات كلهم. كنشكل كويرات هذيك الكميه كلها عاد كنديرها في سكر كلاصي، كنغسل يديا عاد كندوز هكا للسكر كلاصي. كنبقى كناخذ واحد الكميه ديال السكر كلاصي وانا كندور كيف ما لاحظتوا كنخليها هكا، ما كنضغط عليها ما والو، كنخليها هكا بومبي باش هكا كتجيني مفقعه في الوجه ديالها. بالنسبه للغريبات كيبغيو الفران يكون سخون، انا كندخلهم من الفران ديال الغاز، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت، وكندخل الغريبه هكايا العافيه تكون هكا في الوجه ديالها، كنهبطها هكا من التحت، كنسخنو مزيان حتى كتشقق ليا تماما هكا. صافي دغيا كتشقق تقريبا 2 ديال الدقائق اذا كان الفران عندكم سخون، خصوصا الفران ديال الغاز دغيا كيسخن. صافي وكنطلع اللاطه ديالي من الفوق هكا طيب ليا من الاسفل. بالنسبه للطياب ديالها من الاسفل ما تفوتوش ليها نهائيا 7 8 ديال الدقائق، ما بين 6 7 8 ديال الدقائق، لان هي اذا طيبتوها اكثر من جهه غادي تقصح لكم ما تبقاش معلكه. الغريبات ما كيبغيوش نهائيا طياب بزاف، خصوصا انهم كيطيبوا بسرعه، لا ديال السميده لا هادي كيبغيو الطياب يكون هكايا يعني ما بين 6 كيف ما قلت لكم 7 ديال الدقائق على حسب الفران ديالكم. المهم انا اللي خدات ليا 6 ديال الدقائق هكا من الاسفل ديالها. بالنسبه للوجه ديالها باش تفقع عليا هكا خدات لي واحد 3 ديال الدقائق، وبالنسبه هكايا باش تحمر ليا هكا من الاسفل خدات لي 6 ديال الدقائق. يعني صافي وكتكون واجده وكطيب، ما نكثرش لي مطيب كيف ما قلت لكم باش ما تجيكمش نهائيا قاصحه. بالنسبه لهاد المساله ديال السكر كيف باش يجيكم قابض هكا في الغريبه ديالكم، حاولوا انكم ملي تدوروهم هكا دوائر خليهم تقريبا واحد الساعه ديال المكانه في السكر باش يجيكم هكا قابض في الوجه ديال الغريبه ديال. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحليوات اللي سالكت معكم اليوم. عرفتي حليوات ديال الدار لذات بزاف زوينين كيف ما قلت لك تخدمي بهم بوجهك احمر، راه تقدي تبداي غير بالغريبات وبالفقاص
وما شاء الله خدمتهم قليلة وفيهم واحد الربح اللي زوين بزاف صراحةً، غير زعما وتوكلوا على الله. وبالنسبة للأخوات اللي بغاو يحضروا هكا لوليداتهم، فرحيهم اختي في هاد العيد بحليوات اللي اقتصاديين وساهلين. ها نتوما الفقاس شاكر راسو ما كاين لاش نشكرو، تحميرته زوينة، غير تبعوا الفيديو. وبالنسبة لهاد الغريبة يا سلام، تعليكة روعة، واحد البنة عرفتي أنا راه ملي كندوقها راه تنقول ليها من حق ولادي كيحماقوا عليك، راك تستاهلي. وفيها هكا مكونات اللي صحية يستافدوا منها الوليدات. الفقاس كيجي مقرمش، ما كيجيش نهائيا يابس وقاصح، كتجي ديك التقرميشه. عرفتي واحد البنه ما نعاودش لكم، غير جربوا هاد الوصفات اللي عطيتكم اليوم او هاد الحلويات اللي عطيتكم اليوم، خرجوهم هكا كيف ما قلت لكم كطلبيات هكا الكليان ديالكم، ولا حضروهم لوليداتكم. اكيد غادي يعجبوكم. ما تنسوش لك نتو اول مره كتشاهدوا القناه تشتركوا، فعلوا الجرس، خليوا لي ارائكم، خليتكم على خير.